انا كمان اللي عاجبني في شخصية عاصم او محمد لطفي ان هي هتفتح له باب اكتر ان هو يبقى بيعمل شخصيات الجراند كده. الشخصية دي احنا يمكن عندنا نقص فيها بعد وفاة حسن حسني واختفاء لطفي لبيب وقلة اعمال صلاح عبد الله. فمع اختلاف الاستايلات والقدرات التمثيلية للجميع يعني حاسس ان محمد لطفي ممكن ياخد كده مساحة تملى الحتة دي شوية بعيدا عن الحاجات الإجرامية وشغل العصابات وأدوار الشر اللي هو متعود يعملها. انا معاك جدا جدا جدا، وفي وجهة نظري المسلسل ده فعلا والشخصيات دي هتفتح مساحة بالذات لمحمد لطفي ولانتصار. مش بس ان هي تعتبر زي ما بيقولوا كده من قوسين حصان اسود وكسبان في الاعمال، لا كمان ان هي عندها قدرة على التلون الممتاز وفهم الشخصيات. يعني الست بصراحة في لحظات كتير انا فعلا بتناسى تماما ان هي انتصار الممثلة، وبتعامل مع الشخصية مع لولا دي.